السلام عليكم، كي دايرين مع الصحة؟ لاباس عليكم بخير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيكه من المطبخ النمساوي الاصيل. الكيكه كتجي غزاله شكلا ومذاقا. دابا غندوزو المقادير. عندي 4 تفاحات اللي مغسولين ومنقيين. غنقيوهم ونحكوهم في هاد الحكاكه الغليظه. وعندي قبصه الملح، وعندي 250 غرام ديال الزبده او ربعه الزبده النباتيه، وعندي 50 مليلتر ديال الزيت، وعندي 200 غرام ديال السكر كلاصي او السكر الثقيل، وعندي 4 البيضات، وعندي 20 غرام ديال الفيغميسيل شوكولاط كحل، وعندي رابعة ديال الطحين او 250 غرام ديال الدقيق الفورس، وجوج خمارات او 16 غرام ديال خميرة الحلوى، و125 غرام ديال بودرة اللوز، او يمكن لكم تستعملوا حتى بودرة الكركاع الا بغيتو مطحون، يعني اللوز ولا الكركاع مطحون. وعندي 100 غرام ديال الكاكاو الحلو ماشي المر، وهذا المول دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق وغنحطو على جنب. ودابا غندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. طريقه التحضير كنفرقوا الصفر على البيض. هذا البيض درت معاه، ندير معاه شويه الملح وغنطربو بوحدو. وهذا الصفر درت معاه هذيك الزبده وسكر كلاصي وغنطربو بوحدو. كل واحد غنطربو بوحدو، عاد من بعد غادي نخلطهم. غنطرب كل حاجه بوحدها، يعني الصفر بوحدو كما قلت لكم مع هادشي اللي ذكرت، والبيض مع الملح كل واحد بوحدو، كل واحد في اناء بوحدو. وغادي نرجع نوريكم الشكل النهائي ديالهم من بعد ما طربته. دابا الشكل النهائي ديال البيض من بعد ما طربته ها هو، يعني ما كتقلبوه كيبقى ما كيتقلبش، كيبقى هنا كنعرفوه راه ناجح، كيبقى شاد في بلاصتو. هنا كنعرفوه راه ناجح. والصفر يعني من بعد ما طربته صفرت البيض، ها هو الشكل ديالو. دابا غادي نزيدو ليه هذاك التفاح اللي محكوك، ومن بعد عاد نزيدو الطحين اللي مخلط مع النواشف وهذاك الفيغميسيل. من بعد ما زدنا الطحين اللي مخلط والفيغميسيل وكلشي، دابا غنزيدو البيض وغنبقاو نخلطو من التحت الفوق. صافي هذه هي المرحله النهائيه، نخلطو من تحت الفوق. يعني ما تخلطوش بالجهد بحال كتخلطو عادي، باش ما تهبطش لكم، ما يهبطش البيض يبقى طالع، يعني من التحت الفوق. ومن بعد كندخلوه في الفران عادي، وكنشعلوا عليه من التحت وكنخليوه يطيب. ولا كانت عندكم الفرفاره ديروا الفرفاره و180 درجه وبحال الكيك العادي. ومن بعد زينوا كما بغيتو بالصحه والراحه. كنتمنى الكيكه، يعني انا متاكده بلا ما نقول كنتمنى تعجبكم، انا متاكده تعجبكم وشهيه طيبه. وتهلاو في راسكم، الله يعاونكم. السلام عليكم، باي باي.